عمرك سألت ليه الدكتور بيعمل أشعة قبل واثناء حشو العصب؟ انا هفهمك الموضوع باختصار. احنا عاملين زي دكتور النساء. هل دكتور النساء هيعرف الجنين في بطن امه هو ولد ولا بنت من غير ما يعمل سونار؟ نفس القصه بالنسبه لنا في السنان. انا قبل ما اعمل حشو العصب باخد اشعه علشان اشوف الضرس والجذور شكلها عامل ازاي، المورفولوجي بتاعها عامل ازاي، هل الجذور دي كيرف متنيه من تحت، هل هي حرف اس، هل هي ستريت، هل في جدرين 3 4. بناء عليه بحط الخطه وانا بعمل حشو العصب. طيب اثناء حشو العصب انا باخد اشعات ليه؟ علشان اتاكد 100% ان منظف قنوات العصب كويس ومفيش اي انسجه عصب جوه الضرس، علشان مفيش مكان يخش له بكتيريا بعد كده ويعمل لحضرتك مشاكل كتير وخريج. فبناء عليه نبقى منظفين قنوات العصب 100%. طيب احنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق استخدام اجهزه الاشعه الديجيتال، ولو احتاجنا كوم بيم سي تي او بانوراما بنطلبهم من العيان. خلي بالك احنا في فرعنا الجديد بنوفر ليكم احدث تقنيات الاشعه علشان نقدر نقدم ليكم شغل مظبوط 100%.